بمقطع اليوم رح نحكي عن أهم إشي عم بيعاني منه أغلب الشباب، وهو تعدد الشغف. لهيك بدون أي مقدمات رح نبلش بالموضوع. تعدد الشغف هو مشكلة عم بيعاني منها أغلب الشباب بالوقت الحالي، وغالباً هاي المشكلة بيكون تفسيرها عندهم هو إنها تطوير الذات أو التعلم لتعديد مصادر الدخل. وخليني أقولكم إني واحد من الشباب اللي وقعوا بفخ تعدد الشغف، لأنه لما بلشت بعالم صناعة المحتوى على الفيسبوك قبل أكثر من 5 سنين كنت حاسس نفسي عم أعمل إشي جديد غير موجود عند الكل، ولكن بعدها بأقل من سنة بلش العالم يتطور أكثر، وبلش يدخل الذكاء الاصطناعي على الحياة. وكونه كنت موجود داخل مجال صناعة المحتوى فحاولت أعمل أي إشي يخليني أتعلم من هالمجال الجديد. ولكني بعد ما بلشت أتعلم شوي عن الذكاء الاصطناعي صار عندي إحساس إنه ممكن يكون هو المجال اللي ممكن كمل فيه، ولازم بعد عن صناعة المحتوى كونها إشي بياخد جهد ووقت كتير كبير مقارنة بالذكاء الاصطناعي. وهذا كان هو أكبر غلط عملته بهديك الفترة. والغلط هو إني قررت أترك المجال اللي عم أتطور فيه ولو بشكل بطيء كرمال ألحق المجال الترند بهداك الوقت. وإذا أنت عم تعاني أو عانيت قبل بنفس المشكلة ولساتك مكمل بهالأسلوب هاد، فاسمح لي أحكي لك إنك عم تساوي شي رح يوديك للفشل. طيب شو هو سبب هالمشكلة؟ وليش منتشرة بشكل كتير كبير بين الشباب حالياً؟ خليني أحكي لك إنه نحن حالياً عايشين بعصر انتشار المعلومة بشكل كتير سريع ومجاني، ولكن هالانتشار الشديد عم بيكون على حساب إشي كتير مهم وهو التركيز. ولهالسبب منلاحظ على كل مواقع السوشيال ميديا الكل بيحاول إنه يلفت انتباهك بأي وسيلة كانت. وفيك تسأل نفسك كم مرة شفت مشهور أو إنفلونسر عم يحكي لك كيف تقدر تعمل فلوس من مجال التداول، وبآخر الستوري بيحكي لك إنه هو رح يعلمك الطريقة اللي نجح فيها مقابل اشتراكك بالكورس الخاص فيه. وكم مرة فتحت على اليوتيوب ولقيت حدا عم يحكي لك كيف لازم نفهم قواعد اليوتيوب وإنه هو رح يساعدنا مقابل اشتراك بالكورس الخاص فيه. والسبب ورا كل هالإعلانات هو شيء واحد بس، وهو تركيزك. وكون المعلومات والعروض الوهمية كتير حواليك فأنت بتبلش تخسر تركيزك، وهالإشي هاد نتيجة لأنك قررت تركز على محيطك أكتر ما تركز على نفسك. وبعد ما تكون عطيت تركيزك لهالشغلات هي وتجاهلت نفسك، بتكتشف بعد فترة إنك ما كسبت فلوس ولا تعلمت المهارة اللي حكيت إنه بدك تتعلمها. ولحتى تتخطى هالمشاكل هي لازم يكون عندك وعي بنفسك ومقدراتك. ولكن للأسف ممكن يخطر على بالك أنا كيف بقدر أحقق فلوس بشكل كتير كبير بالزمن هاد. وخليني أقولك أنك هون بالذات لما تبلش تسأل نفسك هالسؤال أنت بتكون رجعت لنقطة الصفر، لأنك بالبداية حاطط الفلوس كهدف، ولكنها هي نتيجة لتعب وجهد أنت رح تقدمه. ثانياً أنك قررت أنك تربط النجاح بالوقت الحالي، وهالإشي هاد برجعنا لفكرة النجاح المتعلق بالمهنة أو المجال الترند حالياً. ممكن تحكي لي طيب شو المشكلة إذا قررت تتعلم من تجارب الناس اللي نجحوا قبلي؟ هون رح جاوبك إنك تتعلم منهم شيء وإنك تلحق أهدافهم هو شيء تاني. ولكن إذا كنت مش قادر تحدد شو هو الإشي اللي بدك إياه فلازم تلجأ إنك تحدد للإشي اللي ما بدك إياه. وهالطريقة هي بتبلش بإنك تجيب كل الخيارات المطروحة قدامك وتبلش تستبعد منها الشغلات الغير مناسبة لإلك. ولازم تاخد بعين الاعتبار ظروفك ووضعك المادي والاجتماعي. وكمان ما ننسى إنه أي إشي عم تقدمه بحياتك رح يضل معك لقدام، والعالم رح تتذكرك فيه. وهون خلينا نفوت بإشي أعمق، وهو شو هي الرسالة اللي أنت حابب توصلها، أو شو هو الأثر اللي حابب تتركه بحياتك. وتحديد الهدف والرسالة اللي أنت بدك توصلهم هن من أهم الأسباب لمعرفة الطريق اللي أنت لازم تمشي فيه. وبعد ما يكون صار عندك وعي بهالنقاط هي رح يكون صعب سرقة تركيزك. طيب ولكن تحديد رسالتك لازم يكون إشي مناسب لإلك. ويمكن تحكي لي إنه هالإشي هاد مش مهم لأني حابب أعيش حياة عادية بدون أي إضافات، وأنا معك بهالإشي هاد. ولكن حتى الحياة العادية اللي هي وظيفة مكتبية بدون طلعات أو مشاوير بتكون بتحمل رسالة، والرسالة دائما مربوطة بالإنسان الناجح. وأكبر مثال على هالإشي هاد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان عنده رسالة وقدر إنه يوصلها لكل العالم. وكل شخص ناجح أنت عم تشوفه حالياً هو عنده رسالة. ولكن حتى تقدر تحدد الرسالة لازم تكون تتعلق ب4 شغلات. 1 إنها تكون إشي أنت بتحب تعمله، وثانياً إنها تكون إشي أنت شاطر فيه، ثالثاً إنها تكون إشي مفيد للمستقبل، ورابعاً وأخيراً إنها تكون بتدخلك فلوس ولو بشكل بسيط بالبدايات.
ولما يجتمعوا معك هالأربع نقاط فأنت فيك تقول إنك عرفت الرسالة اللي لازم توصلها للعالم. ولا تنسى إنه الفلوس هي مش هدف، ووجودها ضمن هالأربع نقاط لا يعني إنها ذات أهمية كبيرة، لأنك أيمت ما بلشت تلحق الفلوس فأنت رجعت لنقطة الترند اللي الكل بيبيعه كأنه هو الحل لكل مشاكلك المادية، ورح يحاولوا يلعبوا على نقطة إنه مجال التداول بيحقق فلوس أكثر من مجال اليوتيوب أو أكثر من الانستغرام أو أكثر من المحاماة أو أكثر من الطب. كل هالشغلات هي حيل لحتى يخلوك تحس بضعف الإشي اللي أنت عم تحققه لما تكون عم تقارنه بإشي كتير كبير. ولكن اسمح لي أصدمك شوي وأحكي لك إنه ما في مجال بيحقق فلوس أكثر من التاني، وهالإشي هاد بيرجع لعدة عوامل لازم تكون أنت واعي إلها، وهي إنك تفرق بين احتياج السوق للمجال اللي أنت ناوي تدخل فيه وبين احتياجاتك الشخصية أنت لهذا المجال. وكمان لازم تكون دائما متذكر رسالتك اللي أنت ماشي فيها حاليا. مثال على هذا الشيء، أنا لما بلشت بصناعة المحتوى على اليوتيوب من سنة ونص، وممكن لليوم ما حققت الأرقام اللي كنت مخطط إلها، ولكن كل مرة بعمل فيها مقطع بيكون عندي رضا أني قدرت أنجز جزء من الرسالة اللي أنا ناوي وصلها عن طريق هذا المجال. ويمكن بالمستقبل يجي يوم حس أني قدرت وصل رسالتي كاملة وصار لازم بلش برسالة تانية بمجال جديد، وهالإشي هاد هو وعيك لذاتك لحتى تعرف الأدوات اللي لازم تستخدمها وما تكون عشوائي. طيب ممكن أنت حالياً ببداية عمرك وبدك تسألني شو هي المهارات اللي لازم أتعلمها؟ بالبداية خليني أحكي لك إنه رح نقسم المهارات ل7 أنواع. النوع الأول هي المهارات الأساسية، وهي شيء غير ممكن التخلي عنه أو شيء أساسي بكل مجالات حياتك، مثل اللغة واستخدام الكمبيوتر والإنترنت والسوشيال ميديا. أما النوع الثاني هي المهارات اللي رح تفيدك بكل مكان وبكل شغل أنت فيه، ومثال على هالإشي هاد هو الماركتينج والتسويق وطريقة التفاوض والحديث. هاي المهارات رح تلاقيها مهمة بشكل كتير كبير بكل مجال رح تفوت عليه، ورح تكون مساعدة لإلك بشكل كتير كبير. وثالث نوع من المهارات هي المهارات الإبداعية اللي بتحتاج منك حس إبداعي بالإشي اللي أنت عم تشتغله. ورابع إشي هي المهارات التقنية اللي رح تعطيك قدرة على فهم التطور بمجال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وهالمهارات رح تفيدك بمجالات محددة ولكن الطلب عليها مرتفع وخصيصا بهالفترة هي. خامس مهارة هي المهارات المتخصصة، وبتكون مربوطة بمجالات اختصاصية كتير وبحاجة شهادة معترف عليها لتقدر تمارسها، مثل الطب والهندسة والمحاماة. وسادس شيء هي المهارات الريادية، وهي المهارات المرتبطة بالعقلية الخاصة برجال الأعمال وكيف تقدر أنك تدير المشاريع من بدايتها. وآخر إشي هي المهارات الجانبية، وهي المهارات اللي فيك تعمل فيها استثمارات جانبية بعيدة عن استثماراتك الحقيقية، مثل الدروب شيبينج أو تجارة العقارات أو التداول. وكل هالمهارات هي أدوات رح تساعدك لتوصل رسالتك، ولازم تتذكر إنه كل ما زادت مهاراتك زاد احتياج الناس إلك، وكل ما قلت مهاراتك زاد احتياجك أنت للناس. وأنت لازم تكون على قدر من الوعي بحاجتك للمهارات الأساسية وتربطها بالمهارات المتخصصة. ولكن هالإشي هاد ما رح يكون كافي، لأنك لازم تلجأ للمهارات الإبداعية لتقدر تميز من نفسك وبمجالك، وتستخدم المهارات المستدامة لحتى تفيدك بالماركتينج لنفسك ولمجالك. طيب اسمح لي أعطيك خطة تقدر تمشي عليها ورح تكون كتير مفيدة لإلك. أول إشي لازم تعمله هو إنك تتعلم اللغة الإنجليزية، وهذا إشي كتير مهم لأنه هون أنا ما عم بحكي بس إنك تعرف تحكي إنجليزي، بل بالإضافة لهذا الشيء لازم تعرف تحكي وتقرأ وتكتب باللغة الإنجليزية وتفهم المصطلحات المتخصصة. وبعدها لازم تحدد مهارة متخصصة أو تقنية تكون مهتم فيها، وحاول تختار مهارة تكون نادرة لتقدر تنتشر بشكل كتير كبير. ولازم برضو تتعلم مهارات التسويق والبيع لتقدر تبني شخصية البائع أو العارض لمنتجاته. ولازم تكون على معرفة بمجال كتابة المحتوى لحتى تقدر تستغل السوشيال ميديا لمصلحتك وتروج لمجالك فيها. ولازم تتذكر إنك ما تتعلم مهارة غير لتكون متأكد إنها رح تفيدك وتساعدك بتوصيل رسالتك. وهذا هو الكلام اللي مش الكل رح يحكي لك إياه، اللي باقي صناع المحتوى الخاصة بالكورسات بيحاولوا يطبقوها عليك. وهالإشي هاد من خلال إنهم يستخدموا مهاراتهم بالبيع والتسويق والإقناع لحتى يوصلوا لك فكرة إنه الكورس الخاص فيهم هو اللي رح يغير لك حياتك. وحتى إذا كان هذا الكورس مجاني فلازم دائما تتذكر إنه إذا كان الإشي اللي عم يتم تقديمه مجاني فتأكد إنك أنت السلعة.
وما دمت وصلت لهذا المقطع من الفيديو فأنت صر جاهز لتحضر المقطع اللي رح يطلع لك على الشاشة هلأ. ولا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد من الوثائقيات الأسبوعية اللي بنعملها. كنت معكم العساف وبشوفكم بالفيديوهات الجاية.